مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم هي الكسرة الخسيس على الطريقة التقليدية الجزائرية. راح نشوفوا نصائح من نوعية التسميد إلى طريقة الطهي. عندي طريقة طهي خاصة بيا راح نعدها لكم حبيباتي. باش تحصلوا على كسرة واقفة هكذا حميمرة مش محروقة، تجيكم طرية من داخل ومقرمشة من برا، رائعة جدا. تحسبوها كاطو البنات كيفاش نبسوها وما تكسرناش في الطاجين. كل النصائح راهي كاينه، كل الحلول راهي في هذا الفيديو. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو، تدعموني بجام للفيديو والتعليقات الشباب كما نتوما. نسميو بسم الله البنات، نصليو على حبيبنا رسول الله. على بركه الله حبيباتي، نبداو في وصفتنا لنهار اليوم. البنات نجيبوا القصعه حاضره نعملوا فيها السميد. البنات اليوم راح نعملوا 4 خبزات، واللي حبت تعمل زوج تقسم فقط على زوج، يعني راني بينت لكم تاع 4 وتقدروا تقسموا الكميه على زوج، سهله جدا. حبيباتي نبداو بنوعيه السميد من الافضل انه يكون هذاك المتوسط، الميل للرقيق، هو اللي نخدموا به الكسره رخصيص. ما نخدموش بالرطب، راح تجيبكم الكسره تاعكم تبوط لكم في الطاجين. ما يخدموش بهذاك اللي يخدموا به المسمن، وما نخدموش بهذاك اللي يجي متوسط خشين مايل للخشين. اذا كان طحتوا في هذاك اللي مايل للخشين، زيدوا له شويه تاع الفارينه، يعني في 4 خبزات مثلا زيدوا له كاس فارينه باش يلم لكم السميد نتاعكم يجي هارب على بعضها هكذا حبيباتي. اذا نرجعوا السميد النوع المتوسط. بالنسبه ل4 خبزات حبيباتي، راني استعملت 4 كيسان تاع عفوا 8 كؤوس من حجم 220 ملي. هذوك الكؤوس تاع ام والد لابد نغربلو. التغربيل البنات راهو ضروري في اي سميد وفي اي فارينه، لازم تغربلو، راهي ضروريه هذه الخطوه من اجل ازاله الشوائب والتهويه. اذا هنايا في كل 4 كؤوس البنات نتاع 220 ملي لازمكم تستخدموا ملعقه متوسطه من الملح. انا هنا عندي 8 كؤوس، نستخدم ملعقتين متوسطتين ما يعادل ملعقه كبيره. عندي في كل 2 خبزات في كل 4 كؤوس عندي ملعقة متوسطة من خميرة الخبز وملعقة متوسطة من السكر. هنا عندي 8 كؤوس، نستخدم ملعقتين متوسطتين من خميرة الخبز وملعقتين متوسطتين من السكر باش نديرو الإحمرار للكسرة نتاعنا. حبيباتي خميرة السكر راه يعاون على التفاعل، لانه ما نخلوهاش تريح بزاف، ما نخلوهاش تريح تقريبا. والسكر يعاون على الاحمرار مع طريقة الطهي اللي راح نقترحها عليكم اليوم. نروحوا للزيت. هنا راني استخدمت زيت المائدة، استخدمت كأس إلا ربع، وكملت الباقي بزيت الزيتون ناقص أسبوع. البنات السميد المتوسط راح يتبسس وحده، يعني ما يحتاجش تبساس بزاف. اللي ما عندهاش زيت الزيتون ما تضيفش، على بالكم باللي زيت الزيتون يزيد البنة، يزيد الهشاشة، وحتى الاحمرار يعاون فيه بزاف. نحنا الجزائريات نحبوا خدمتنا بالطبع، نحبوها حميمرة، نحبوها بنينة مقرمشة، يعني نحبوا كل شيء نحطوه بالطبع هكذا البنات. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. هنا راح نعملوا 4 خبزات متوسطين. بعد ما بسست هذاك السميد نتاعي مليح مليح ودخلت له البسوس، نجيب الماء الدافي. البنات لازم نبلوها بالماء دافي. اذا كان الصيف والسخانه استعملوا الماء عادي، لكن لما يكون الجو بارد لازم نستخدموا الماء دافي، ندفيو الماء. هنا راني استخدمت كأس وزدت الربع من الكأس الثاني. وكل سميدو كيفاش، كاين سميد متوسط مايل للرقيق ويشرب الماء بزاف، كاين اللي ما يشربش. هذه البنات هذه تدخل علاه، كاين اللي يشرب اللي ما يشربش تدخل في الخدمه تاعو، كاين اللي يشبعوه ما باسكو يفوروه، نورمال السميد يفوروه يشبعوه ما يطيحوا فيه ما يشربش، كاين اللي لا، هكذا حسب طبيعه السميد نتاعنا. ندير غير بشويه، نضيف الماء غير بالعقيله ونطم العجينه نتاعي، نطم حتى نكملها. هنا حبيباتي راهي خدات لي كأسين ونصف من الماء. بالنسبه ل8 كؤوس من السميد خداو لي كأسين ونصف من الماء، يعني السميد نتاعو ماش من النوع اللي يشرب بزاف هكذا. راني كملت ونبدا مباشره في عمليه العجن. البنات السميد المتوسط نبلوه طري شويه، مش طري بزاف البنات، الطري هكذا العجينه تكون طريه، ونبداو نعجنوا مباشره باش تجيكم سهله، خصوصا السيدات اللي يعجنوا بيديهم، وما اللي يعجنوا بالعجان الكهربائي نحطوها له طريه باش ما يتعذبش. فوالا نعجنوا بطريقه التقطاع. صاير راني كملت عجنتها واحد ال5 دقائق بيديا البنات.
كي تكون يعني طرية تكون ساهلة مش كيما كي تشرب لكم، فوالا. ونقسمها هنا قلت لكم راني دايرة 4 خبزات، عملت 4 خبزات فوالا. شوفوا البنات كيفاش نقرصوا نديروا القرصات نتاعنا تاع الكسرة. شوفوا نبسطوها فوالا كيما راكم تشوفوا، ونبداو نلمو. الفيديو راهو واضح، اللي ماهيش فاهمه البنات هي تقدر تنقص سرعه الفيديو، تشوف كيفاش تقدر تنقص وتنقص. نلموها هكذا، شوفوا نبداو نلمو جهه يدي اليمنى راني نجبد فيها. صايي لما تتلم نبدا نحاول اني ندخلها ونكبها على جنبها على جنبها هذاك وصايي فوالا. راهي تشكلت معايا. ونروحوا الان نعملوا نطرحوا الكسره تاعنا نحلوها بالحلال. راني حطيتها البنات في الساشي واحد الخمس دقائق حتى حطيت الطاجين تاعي يسخن. راح نعزلكم العفسه اللي درتها تاع الطاجين، يعني اول مره نعملها وحبيت نشاركها معكم البنات. يعني ما تحتمش عليك انك تقعد مع الطاجين بزاف. انا نحطها طيب نوض غسلت الماء نوض خدمت قداش من حاجه وكملت يعني جوست فوالا. هنايا راني نحل بالحلال ونتعمد اني ندير هذيك الجهه مش كما الاخرى. واش ندير نعدلها بيدي، نعدل باليد ومن داك بالحلال حتى نكملها. نحاول اني نعمل الشكل الدائري هكذاك نمشي على جوانب الكسره بيدي فوالا. وراني كملتها كما راكم تشوفوا نديرها في الطاجين. انا هنا الطاجين تاعي تاع الحديد البنات راكم تشوفوا الطاجين تاع الحديد راهو يجي حساس شويه، لازم نعملوا له النار ناقصه. انا واش عملت جبت الطاجين تاع البغرير والطاجين تاع الكسره هذاك اللي يجي مرقوم درته من تحت وحطيت الطاجين تاع الحديد وحطيت الطابونه تاعي على طولها على اخرها هكذا. وعملت الكسره ووجدت لي يعني راكم تشوفوا حركتها شويه برك في الاول باش تاخذ لي هذاك لاطراس تاع الطاجين. ومن داك نضغط عليها بهاد اللوحه ولا بالسيرفيات البنات ولا طرشونه. ومن داك باللوحه نثقبوها لما نقلبوها ونبقاو نقلبوا ونضغطوا عليها حتى نتحصلوا على اللون الاحمر الرائع. نتمنى انكم استفدتوا البنات من هذا الفيديو، نتمنى انه النصائح نتاعي تكون القاصده وتكون مقنعه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه تجربوا الكسره على طريقتي. نتمنى انكم تكونوا حبيتوا طريقتي وحبيتوا الوصفه نتاعي. اللايكات والاشتراكات حبيباتي في القناه فضلا وليس امرا اذا حبيتوا اكيد. نتلاقاكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، تهلاو في علاقتكم مع مولاكم بصلاتكم وبالصدقه البنات يا لو كان طرف كسره. هذا واش راح ندو معانا في الاخير. نتلاقاكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.